ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ الاخبار؟ معاكم محمد زازو من زاك ووركس دوت كوم وزاك ووركس دوت اكاديمي. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات زاك توك. زي ما احنا شايفين انا 3 دي كاركتر، وده الحقيقه موشن كابتشر او فيشل موشن كابتشر عن طريق الايفون 14 برو ماكس والانريل انجن، وكمان بلجن الميتا هيومن انيميتور الجديد. النهارده هنعرف نعمل ازاي الحاجات دي كلها، يعني هنعرف نعمل كل الكلام ده، والاجمل بقى من كده بكتير يعني ان كل الموضوع ده مجانا تماما. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اكشن. ولسه الانريل انجن بيبهرنا يوميا. في حدث مهم جدا حصل يوم 11/5 اللي فات، شركه ايبك جيمز اعلنت ان برنامج الانريل 5 هينزل منه فيرجن 5.2، وطبعا الفيرجن ده مش هينزل كده بس وخلاص، لا ده هينزل معاه تحديثات قويه جدا مش هنتكلم عنها دلوقتي، لكن احنا جايين نتكلم النهارده عن اقوى تحديث او ابديت حصل في ال 5.2، وهو انك تقدر دلوقتي بالايفون بتاعك انك تصور فيشل موشن كابتشر او فيشل اكسبريشن او لتعبيرات وشك، تاخد يعني تعبيرات وشك وتضيفها على الميتا هيومن. ولو ما تعرفش الميتا هيومن، هو كان نزل برضو من فتره تقريبا شهر 4 2021، مش متذكر قوي الحقيقه، لكن كنا اتكلمنا في فيديو هنا على التشانل عن الموضوع ده، وكنا اتكلمنا كمان عن التقنيه الجديده اللي الانريل انجن او ايبك جيمز طورتها السنه اللي فاتت. لو ما شفتش الفيديو يا ريت ترجع تشوفه عشان تبقى متابع دايما الجديد من شركه ايبك جيمز، واحتمال كبير قريب انه يقلل استخدام الكروما او الجرين سكرين. كان برضو الحقيقه تحديث قوي قوي، ولكن التحديث المره دي اقوى بكتير، لان حاجات زي دي بتتعمل في برامج تانية بفلوس كتير قوي. الموضوع ما خدش مني تقريبا كتسجيل يعني او ريكورد بالفيديو، ما خدش مني تقريبا دقيقتين حاجه زي كده، ورحت موصله او منزل يعني الفيديو ده او الملفات يعني اللي بيديها لك الابلكيشن بتاعهم، نزلتها على البي سي واشتغلت على طول. اي نعم الموضوع خد شويه وقت لانه لسه طبعا جديد ومعقد، واكيد فيه شويه باجز لازم تتعالج قريب، لكن الموضوع تقريبا خد يوم، هنقول ممكن 10 ساعات شغل ككل يعني كل حاجه، البروسيس كلها بالتصوير بالرندر، الموضوع كله على بعضه خد تقريبا يعني لو هنقدر نقول من وقت من الساعه 2 الظهر لحد تقريبا الساعه 10 او 10 ونص بالليل، لحد ما نزلت الفيديو. اللي متابعني على الفيسبوك وعلى تيك توك وعلى انستجرام هيلاقيني نزلت الفيديو ده في كل حته، والحقيقه اتضرب جامد جدا على التيك توك وجاب مشاهدات كتير قوي، فبفكر انقل بقى من اليوتيوب اروح على تيك توك. اكيد بهزر طبعا، انا بحب اليوتيوب جدا فهنفضل هنا ما تقلقوش. فعلا شركه ايبك جيمز او الانريل انجن كل يوم بتبهرنا بالتقنيات اللي بتطورها واللي بتدخلها، والجميل في الموضوع ان كل ده مجانا تماما، والاجمل من كده ان احنا عملنا كراش كورس او كورس سريع تقريبا ساعه ونص هنا مجانا على القناه بيشرح الانريل انجن من الاساسيات لحد ما تعمل بروجكت قوي جدا. ما شافش الفيديو يا ريت تروح تشوف الكراش كورس ده، هتستفيد جدا. والنهارده كمان هنشرح الموضوع بشكل بسيط، ولكن قبل ما ندخل في الشرح ما تنسوش ان احنا عاملين خصم قوي جدا والفتره محدوده جدا جدا، هو خصم 70% على كل اللي احنا بنقدمه في زاك ووركس دوت اكاديمي، كورس الموشن جرافر وورشه نيكست وورشه فيروس، يعني باكج الموشن جرافيكس كلها دلوقتي عليها خصم 70%. انت متخيل؟ هتتعلم طبعا اساسيات الافتر افكتس، وهتتعلم كمان ازاي تشتغل ببلجن إليمنت 3 دي زي المحترفين بالظبط يمكن اكتر، وهتتعلم كمان برضو على السينما 4 دي طبعا ده ورشه فيروس انك تعمل مشهد زومبي قوي جدا. وهبقى اسيب لكم اكيد اللينك تحت في الديسكربشن مع البرومو كود وهو اول زاك ووركس. ما تنسوش خصم 70% والحقوا الخصم قبل ما ينتهي. اديني قلت وعملت اللي عليا، فاضل تعمل اللي عليك وتتعلم مجال الموشن جرافيكس. ندخل بقى في الشرح. احنا شايفين مع بعض ده برنامج الانريل انجن، ولو خدت بالك ان الموضوع او الريكورد بطيء شويه، وده يعني شيء متوقع جدا للاسف الشديد، يعني لان طبعا الانريل انجن ساحب يعني جزء كبير جدا من طاقه الجهاز
واكيد الاو بي اس برضو اللي انا بسجل عليه ساحب برضو من طاقه الجهاز، فالموضوع هتلاقيه بطيء شويه. فلو لقيت في نتشات في الفيديو اعذروني، يعني شبهي شويه الى حد ما، ولكن انا دقني مش وحشه كده، اعتقد ان انا دقني احسن من كده شويه، ولكن انا حاولت ان انا اقرب المسافات، فاتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لحاجه يعني شبهي الى حد ما. فزي ما احنا شايفين مع بعض ان الموضوع طبعا مفيش جسم للاسف، وده الاخ التجربه اللي انتوا شفتوها هناك اهي، شكله مخيف قوي. فلو جينا كده فتحنا النيو سيكونس ده او النيو ليفل سيكونس، واللي مش عارف انا بعمل ايه او حاسس ان الانترفيس بتاعت الانريل معقده شويه، لازم ترجع تشوف الفيديو الكراش كورس اللي احنا كنا عاملينه من فتره علشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي. تعالوا نشوف كده الكاميرا بتاعتنا وندوس بلاي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه الاخبار؟ محمد زازول من زاك. طبعا الدنيا بطيئه انا فاهم، ولكن ممكن ننزل شويه، ممكن نخليها لو مثلا، وممكن نخلي كمان الاضاءه ميديم مثلا، ممكن اعتقد ان كده يعني بطيئه برضو لكن ادينا حاولنا يعني. ايه رايكم شبهي ولا ايه؟ فلو جينا هنا عند الكونتنت براوزر هتلاقوني عامل فولدر اسمه MHA او ميتا هيومن انيميتور، وادي الفيديو المفروض ان انا مسجل بيه. الموضوع بقى بيتم على 3 مراحل، بتاخد وقت الى حد ما اعرفش الموضوع عشان جديد ولا علشان الماشين ليرنينج بتاع الانريل يعني لسه بياخد وقت، او الانترنت مش عارف الحقيقه ده بسبب ايه، ولكن الموضوع اللي انا اكتشفته انه عند كل الناس تقريبا اللي عملوا التجارب دي بياخد شويه وقت. فطبعا اول حاجه انت بتاخدها او بتفهمها للبرنامج ان انا والله عندي فولدر، بتخش على الارشيف او الاركايفز وبتقول له مكان الحفظ بتاعك فين، او مكان الموشن كابتشر او الفيشل كابتشر فين، اللي هو ده اللي انت بتصوره بالابلكيشن بتاع الانريل بتاع اللايف لينك فيس. وبعد كده بتقول له سيف، فهو بعد كده بيقرا او بيفهم ان انت تمام عندك كابتشر عايز تاخد منه الحركه. وبعد كده بتروح تدوس كليك يمين وبعد كده هيومن او ميتا هيومن انيميتور، بعد كده بتعمل ميتا هيومن ايدنتيتي بتدوس عليها وبتغير اسمها بقى لو حابب ايا كان، وبيعمل لك DNA او ايدنتيتي ليك. وطبعا في حاجه جامده جدا هنا في الفيس او في البوزز بتاعت الفيس، ان انت ممكن تضيف فيديوهات تانية لشكل سنانك ووشك من اليمين ووشك من الشمال، يعني انت تقدر كمان تضيف فيديوز تانية او مقاطع متصورة تانية علشان تخلي الانريل تخليه يديك داتا اكيوريت او ان هي تكون دقيقة جدا لشكل وشك. ولكن برغم كده ان انا ما عملتش ده، انا مصور فيديو واحد بس، انا حسيت انه هو فعلا خد حركه الشفايف بالظبط وحركه العينين، ما حسيتش ابدا انه محتاج داتا تانية او بوزز تانية عشان يديني نتيجه اكيوريت او دقيقه. ولكن انت لو حابب تعمل كده يا ريت، طبعا النتيجه هتكون افضل بكتير. ولكن زي ما انتم شايفين الفيديو اصلا انا مصوره حتى ما فيش اضاءه يعني على وشي او كده، ده مجرد النور العادي اللي في الاستوديو عندي، ما نورتش اي كشافات خالص، فانه يطلع النتيجه دي بالشيء العشوائي اللي انا عامله ده، فده حلو جدا يعني هايل. فتعالوا كده نعمل حاجه فروم سكراتش او من الاول علشان نقدر نفهم الحكايه دي بتتعمل ازاي بالظبط. تعالوا نقفل الكلام ده كله، وبعدين هاجي هنا عند الكونتنت هفتح او هعمل يعني فولدر جديد هسميه نيو فيس، وجوه النيو فيس ده هدخل جوه كده الفولدر ده وهعمل كليك يمين وهدوس هيومن انيميتور. بعد كده هاجي هنا عند الكابتشر سورس وهسميه مثلا ايفون نيو مثلا يعني، وادخل جواها 2 كليك. وبعد كده هختار الكابتشر سورس تايب واخليه لايف لينك فيس اركايفز. وبعد كده هختار الستورج باث او المكان اللي انا مسيف فيه يعني الحاجه بتاعتي، هدوس سيلكت فولدر وبعد كده هدوس على سيف. والمرحله دي كده خلصت، دي اول بروسيس. وبعد كده بتيجي عند تولز كابتشر مانجر، راحت فين اهي. بعد كده بتيجي هنا تقول له ان الايفون ده القديم ده الايفون نيو، بتيجي تدوس كده على الفوتج بتاعك وبتقول له اد تو كيو. بعد كده بتيجي تقول له امبورت اول، فبيعمل بروسيس وبيضيفه لك على طول. وبعد كده هدوس على كليك يمين تاني ميتا هيومن انيميتور، وبعد كده هختار الميتا هيومن ايدنتيتي وهخليها مثلا نيو
فيس برضو خليها ID عشان نبقى عارفين ده ايه، وندخل جواها. وبعدين اجي هنا عند الكرييت كومبوننتس فروم فوتج واختار الفوتج بتاعي. وبعد كده اجي هنا عند علامة البلس دي هدوس عليها ويقول لي current promoted frame will be set as front view. مفيش مشكلة، اقول له اوكي. وزي ما احنا شايفين العلامات الخضراء دي، ولو انت عامل بوزز تانية زي ما احنا قلنا هياخد كمان الاسنان. بعد كده اروح دايس على ميتا هيومن ايدنتيتي سولف. بعد كده هاجي عند البادي هختار مثلا يعني وليكن ده. بعد كده هاجي عند المش تو ميتا هيومن هختار الاوتو ريج ايدنتيتي اللي هي سكيلتال مش وفول ميتا هيومن، هدوس عليها. وهنا خلاص بيقول لك فاينلايزنج الميتا هيومن ايدنتيتي. كده خلاص بيقول لك تمام ان السكيلتال مش بتاعك جاهز ودي ان ايه كمان موجود. بعد كده ندوس على اوكي ونيجي هنا نقول له بريبير فور بيرفورمانس. هنا بقى بيعمل تريننج للميتا هيومن الايدنتيتي او الاي دي اللي انت عملته او الدي ان ايه، بيعملوا تريننج على البرفورمانس بتاعك. والحقيقه برضو المرحله دي بتاخد شويه وقت، ولكن فعلا دي بقى اللي هتاخد شويه وقت كتير. يعني ممكن تاخد تقريبا 10 دقائق ربع ساعه على حسب جهازك. يعني انا تقريبا خدت مني تلت ساعه 25 دقيقه. فممكن بقى الواحد يروح يعمل كوبايه شاي ولا كوبايه قهوه كده لحد ما الموضوع يخلص. نسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا لازم تكون موجوده عندك. لازم يكون النسخه الاخيره اللي هي 5.2 من الانريل انجن متسطبه عندك على الجهاز. يعني لازم تيجي هنا من اللانشر بتاع الايبك جيمز وتعمل لها سيت اب من خلال اللايبراري. وبعد كده تيجي عند الماركت بليس. لو انت يعني مش منزل الميتا هيومن قبل كده لازم تنزله. هنعرف دلوقتي ازاي. هتيجي هنا عند السيرش وتكتب ميتا هيومن وتدوس على انتر. فالمفروض ان الثلاث بلجنز دول مش لازم تنزل لايتس يعني براحتك، ولكن الاثنين دول لازم يكونوا موجودين. اللي هو الميتا هيومنز ده الاوريجينال او ده الاصلي، وبعد كده الميتا هيومن بلجن ده اصلا بقى الجديد. يعني ده اللي هو بيعمل الفيشيال كابتشر انيميشن، او ده ممكن نسميه الميتا هيومن انيميتور. وده طبعا للنسخه الخامسه وال5.2. فلازم تيجي وتعمل انستول للبلجنز دي الاثنين دول علشان بس تعرف تشتغل على الحكايه دي. وبرضو حاجه مهمه جدا ان الكويكسل بريدج اللي هتستخدمه برضو من خلال الانريل انجن لازم يكون معمول له ابديت لاخر نسخه. ولو دخلت برضو على الميتا هيومن عشان تعمل او تكريت ميتا هيومن برضو تاكد تماما ان انت تكون شغال على النسخه ال5.2. ده مهم جدا جدا، ما تنساش الحكايه دي عشان ما تلاقيش او ما يقابلكش مشاكل في الشعر وفي الحواجب وفي الدماغ وفي حاجات تانية كتير. فخلي بالك من الحكايه دي. لسه على 88%، ودي للاسف اطول بروسيس بياخدها الموضوع. هو دلوقتي واقف على 90% ودينا مستنيين. وزي ما احنا شايفين هنا ده السيستم ريكوايرمنتس اللي انت محتاجها في الجهاز بتاعك. هو الانتل كور اي 7 او رايزن 5 2500X ده بالنسبه للبروسيسور، والانفيديا 2070 الار تي اكس طبعا. وبالنسبه للفي رام 6 جيجا دي اقل حاجه بالنسبه يعني لكارت الشاشه. انا كنت مجربه على انفيديا جي تي اكس 1080 11 جيجا. وبالنسبه للرامات فيعني 32 جيجا هتكون كويسه جدا. دي اقل امكانيات عشان تشغل الميتا هيومن او الانريل انجن، ودي اعلى امكانيات موجوده. وطبعا هنا بقى بالنسبه للايفون والكابتشر ديفايسز فالايفون 12 لحد 14، ولكن طبعا 12 ريكومندد يعني مفيش اقل من كده للاسف. وهنا بيقول لك ان الايفون اكس يعني يقدر يعمل الكلام ده، لكن السنسور بتاعه مش بالعمق بتاع 12 او 13 او 14، فالموضوع مش هيكون يعني مش كفايه زي ما هم كاتبين بالظبط كده. لكن طبعا ممكن تستخدم ستيريو كاميرا، ولكن للاسف يعني هي مش موجوده عندنا في مصر وبتبقى غاليه حبتين 3 4 يعني اغلى من الايفون نفسه. فهنا الحته دي يعني بتبقى صعبه شويه. ويا سلام بقى لو عندك الخوذه دي على الايفون هتبقى جامده جدا. لكن ممكن تستخدم ترايبود عادي. على فكره الفيديو اللي انا سجلته ما كانش فيه ترايبود خالص، انا كنت ماسكه بايدي اصلا. لكن طبعا علشان تطلع نتيجه قويه محتاج ترايبود او خوذه زي دي هتكون كويسه، لكن برضو غاليه ومش موجوده للاسف عندنا في مصر. وهنا شويه جايد لاينز بقى بيقول لك يعني ما تصورش كده، ما تصورش كده، مش عارف ايه، مش من تحت، مش من فوق، مش قريب قوي كده. فدي حاجات برضو عشان تاخد بالك منها يعني. وهنا على الابليكيشن ممكن عشان تعمل تيست برضو للدبث. وهنا عايز
يعني اللايتنج تبقى فلات يعني من غير شادو، كل الحاجات دي ممنوعه. وهنا برضو جايد لاينز للخوذه لو هتستخدمها يكون الموبايل بنفس تقريبا البوزيشن ده، يعني لا كده ولا كده ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. وبعد كده هعمل ميتا هيومن انيميتور تاني وادوس على ميتا هيومن بيرفورمانس وهسميه نيو فيس بيرفورمانس وادخل جواها. وهاجي هنا بقى نركز بقى شويه، هنا اختار الفوتج كابتشر داتا بتاعتي اللي هو ده، اللي هو الماي سلات 1 ايفون، تمام. وهنا بيقرا لك الداتا ان ده ايفون 14 تمام او ليتر. وبعد كده هروح جاي هنا الميتا هيومن ايدنتيتي، الاي دي اللي انا عملتها اللي هي نيو فيس اي دي، هدوس عليها. وبعد كده اقول له الهيد موفمنت مود هخليها ممكن كنترول ريج، اوكي. وايه تاني؟ اعتقد ان كده احنا تمام. المفروض بعد كده بتدوس على بروسيس دي علشان يبدا يكالكوليت او يبدا ان هو ياخد بقى الفيشل اكسبريشن دي ويسجلها لك، عشان بعد كده تعمل لها اكسبورت انيميشن، او يعني ممكن تعمل اكسبورت ليفل سيكونس على طول، يعني شبهي شويه. يعني البروسيس دي ما بتاخدش وقت كتير، يعني 3 4 5 دقائق كتير قوي وتكون جاهزه. وبعد كده نعمل له اكسبورت انيميشن، وبعد كده بقى نضيف الميتا هيومن بتاعنا على التايم لاين بتاعنا بتاع الانريل انجن ونبدا بقى نعمل الشغل بتاعنا كله. يعني اعتقد ان لو الايفون او ايدي ما كانتش بتتهز كانت حته الروتيشن بتاعت الدماغ كانت هتبقى احسن. فممكن بعد كده الواحد يجرب بترايبود او نحاول بقى نتصرف في الخوذه دي، يعني ممكن نطبعها 3 دي مثلا ونتصرف بقى، يعني نعمل لها اي تيوبس كده بلاستيك اضاءات وحاجات نظبطها يعني، او نحط الايفون على ترايبود بقى ونريح دماغنا خلاص، ده الاسهل يعني. الجميل كمان ان هو لقط حركه الشفايف كويس قوي والسنان كمان، يعني ما كناش محتاجين ان احنا نضيف بوزز جديده، يعني قربت تخلص اهي. وبعد المفروض البروسيس دي ما بتخلص بيعمل بروسيس تانية بس اسرع شويه وتكون كل حاجه جاهزه، وبعد كده نعمل له اكسبورت انيميشن. دي المرحله الثانيه هي اللي انا قلت لكم عليها. طبعا كل ده انت ممكن تتحكم فيه، يعني ممكن تتحكم في السموث التنقلات او ترانزيشنز ما بين الحركه والثانيه، حته النعومه ما بين ده وما بين ده ممكن تتحكم فيها، ولكن مش هندخل في التفاصيل دي. ممكن بعد كده ان شاء الله نعمل فيديوز اكتر علشان نطلع حاجه اقوى يعني من كده. دي تجربه بس سريعه جدا يعني. دلوقتي البروسيس الحمد لله خلصت. زي ما احنا شايفين انا 3 دي كاركتر، وده الحقيقه موشن كابتشر او فيشل موشن كابتشر. جميل جدا، نتيجه هايله. هنيجي بقى هنا نعمل له اكسبورت انيميشن، وممكن نسميه، ممكن نخليه زي ما هو مفيش مشكله، ولكن هنا هنسميه انيميشن وندوس على سيف. نخلي كل حاجه زي ما هي وندوس على كرييت. دلوقتي عمل لك كرييت، هنيجي ندوس هنا عشان نفتح. هو لسه قاري الوش القديم ولكن ما فيش مشكله لان انا كنت مديهوله اصلا قبل كده. فدي ادوس على سيف ونيجي ننزل كل الحاجات دي. وبعد كده بقى عشان نطلع النتيجه بتاعتنا هنيجي هنا عند البلس دي وندوس على كويكسل بريدج ونشوف بقى اي ميتا هيومن عندك في البريدج بتاعتك. لو حابب تدخل تعمل ميتا هيومن جديد زي ما انت عايز، انا ممكن استخدم واحد من اللي موجودين عندي اللي هو اللي انا كنت عامله شبهي شويه، اعتقد اسمه زاك اي دي، مش عارف انهي واحد الحقيقه. انا كنت عامل يعني كذا واحد. ده نيو فيس الجديد، هعمل له داونلود، او ممكن لو انت عامل له داونلود فعلا تدوس على اد هيتضاف لك على طول على الانريل انجن. وتيجي هنا عند الكونتنت براوزر هتلاقيه نزل لك في الميتا هيومنز وزاك نيو اللي هو ده. وبعد كده بتاخد البلو برنت ده وتضيفه هنا. طبعا يعني برضو في نتشه كده شويه، فكده اتضاف عندك خلاص في الانريل. عشان تضيف بقى الفيس او الاكسبريشنز اللي انت عملتها، بتيجي هنا تروح واخد تشد الاخ اللي احنا لسه ضايفينه ده، بتروح حاطه هنا عندك على السيكونسر بتاعك. وبعد ما بيتضاف عندك بالشكل ده بتلاقيه نزل لك بالفيشل كده، بتروح جاي هنا. يعني البادي مش محتاجين دلوقتي الكنترول ريج فهعمل له ديليت، وبرضو الفيس كنترول هعمل له ديليت. واجي هنا عند الفيس هدوس على تراك، بعد كده انيميشن، بعد كده اختار الانيميشن اللي انا لسه عامله، الانيميشن الجديد اللي احنا نزلناه هو اللي هو نيو فيس. ونيجي ندخل كده التايم لاين بتاعنا وزي ما احنا شايفين
زازو من زاك. طبعا انا عارف ان الدنيا بطيئه، وان اصلا يعني التكستشر ستريمينج بيقول لك ان ده اوفر بادجت، ف مش عارف، مش هنشوف النتيجه قوي، ولكن انتوا شفتوها بقى خلاص على اليوتيوب وعلى تيك توك وعلى انستجرام وعلى فيسبوك. لكن زي ما احنا شايفين الموضوع يعني ممكن يكون او يبان انه معقد شويه، ولكن جامد جدا، مسلي جدا الحقيقه. اعتقد ان انا هلعب في الحكايه دي اكتر من كده علشان اوصل لنتائج افضل من كده، ونعمل بيها حاجات احسن من كده بكتير كمان. نشوف حل بقى في الاوفر بادجت ده. وده الحقيقه موشن كابتشر او فيشل موشن كابتشر عن طريق الايفون 14 برو ماكس والانريل انجن، وكمان بلجن الميتا هيومن انيميتور الجديد. فزي ما احنا شفنا الموضوع لذيذ جدا، هو بس محتاج شويه وقت عشان تتعود عليه، عشان تبقى البروسيس بالنسبه لك بسيطه ومش معقده. فلو مشيت على الخطوات وطبقت معانا الشرح النهارده وعملت حاجه بالانريل او بالموضوع الجديد بتاع الميتا هيومن، يا ريت تسيب لي اللينك بتاعك تحت او تبعته لي على الفيسبوك او في اي مكان. انتوا عارفين كل الكونتاكتس بتاعتي، يا ريت تبعتوا لي التجربه بتاعتكم علشان نعرضها كمان في الحلقات اللي جايه. وبكده تكون حلقه النهارده الحمد لله خلصت على خير. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان تشوفوا كل الحلقات اللي جايه من زاك توك، وما تنسوش خصم ال 70% البرومو كود all zach works، وهبقى اسيب لكم اللينك في الديسكربشن. اشوفكم على خير الحلقات الجايه. كان معاكم محمد زازو من zackworks.com وzackworks.academy. السلام عليكم.